انا رضوى حسين. وانا ندى صلاح. النهارده هناخدكم في جوله جديده جوه المتحف اليوناني. زي ما انت شفتوا الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله، رحنا مكتبه اسكندريه ورحنا متحف المجوهرات. فالنهارده في جوله جديده جوه المتحف اليوناني. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه قطعنا التيكت. الطلاب ب20 والطلاب الاجانب ب150 والزائرين المصريين ب40 والزائرين الاجانب ب300. اسعار فوق الخيال والله العظيم. هنا لما احنا قطعنا التذاكر كنا فرحانين بيهم شويه عشان الاسعار كانت مهوله بصراحه. ده شكل المتحف من بره، وبصراحه جه كميه ناس احنا مكناش متخيلين العدد دوت ما شاء الله. هنا بقى اول ما دخلنا المتحف كان فيه شويه حاجات حلوه جدا. يعني ابهرتنا مبدئيا كده، اللي هو بسم الله جمدان. يعني كانت حاجه في منتهى الجمال بجد. بدأنا بقى ان احنا نتجول وندخل ونتفرج. احنا كنا في الدور الاولاني. بدأنا ان احنا يعني حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نصور لكم كل حاجة جوه. حاولنا ان احنا ما نسيبش حاجة. هنا بقى كان في شاشات عرض بيعرضوا فيها حاجات عن تراث بلدنا وكده. برضو بدأنا ان احنا نتجول تاني جوه المتحف، بس برضو احنا كنا كل ده في الدور الاول بس. فضلنا برضو ان احنا يعني نمشي ونتفرج على الآثار بلدنا. بجد كانت حاجات حلوة جدا، وحاجات حرفيا أبهرتنا بمعنى الكلمة. الناس جوه كانت كتير. الناس كانت مبهورة برضو. كان في أجانب ياما. عايزة اقول لكم ان كل الحاجات ديت ليها معنى. كنا قاعدين بس تقريبا بنقرأ الحاجات المكتوبة ونشوف ده خروف ملناش دعوة بيه. بدأنا بقى ان احنا ندخل الأوض. كانت كل أوضة مخصصة لحاجة معينة. كان في أنتيكة صغيرة كده اللي هي مجسمات، يعني صغيرة. في منها بتكون الكبيرة برضو، يعني هم حاطين الاتنين. ده كان تقريبا حمام ملوكي حاجة زي كده. بس احنا شفنا حاجات بصراحة كانت بالنسبة لنا جديدة، وكانت حلوة جدا وأبهرتنا قوي. كان في حاجات برضو محطوطة في مكان لوحدها. كانت متميزة أكتر عن الآثار التانية. وبرضو هنا كنا بنتجول ونحاول برضو ناخد لكم شوية لقطات حلوة. كانت جولة بجد لذيذة جدا. كنا كل ده في الدور الأول. احنا يعني شبه أرهقنا، بس حاولنا على قد ما نقدر ان احنا ما نسيبش اي حاجة غير ان احنا ناخد لكم لقطات منها علشان تكونوا شفتوا المكان عامة كله. هنا بقى موميا. الموميا ابهرتنا برضو قوي قوي. يعني كانت اجمد حاجة تقريبا احنا شفناها في اليوم كله. كانت شكلها مميز جدا. هي والانتيكة اللي جنبها برضو كانت حلوة قوي. هو من كتر الحاجات انا مش عارفة اقول ايه او اوصف ايه ولا ايه بجد، بس كانت كمية حاجات كتير جدا. فانا مش عارفة اقول ايه بصراحة. هنا بقى احنا كنا بنكمل الجولة بتاعتنا. احنا تقريبا في الدور الاول احنا رجلينا اتدشدشت، يعني اللي هو احنا مشينا كتير قوي ورجعنا تاني الموميا تانية بشكل مختلف. برضو في حاجات عاملة زي القلل، انا مش عارفة بصراحة هي اسمها ايه. بس كان برضو شكلها حلو جدا. برضو في انتيكة، عبارة عن راس، عبارة عن حاجات من الحجر. تابوت بقى. التابوت دوت كان شكله مميز جدا، وكان فيه 2 تانيين مش عارفة اخدتوا بالكم منهم ولا لأ. كانوا حاجات بجد حلوة جدا. وبرضو ارجع واقول لكم ان احنا كل ده في الدور الاول بس. الدور الاول اكبر من الدور التاني. الدور الاول تقريبا لامم كل حاجة، بس الدور التاني كان مميز بصراحة اكتر. بعد معاناة خلصنا الدور الاول ودلوقتي هنطلع الدور التاني. ايه شعورك؟ انا مبسوطه قوي، المكان بجد بجد هو فرهان. انا مبسوطه، انا فرحت بجد. بجد في حاجات كتير قوي قوي المتحف منظم جدا، كل حاجه مظبوطه قوي، فبجد شابوه. فيلا بينا نشوف الدور اللي فوق بقى فيه ايه. يلا بينا. هنا بقى كنا طالعين الدور اللي فوق. كانوا عاملين لنا لوحة تمهيدية علشان ما نتوهش ونعرف الدور اللي فوق فيه ايه وكده. وبعد كده بقى رحنا علشان نسحب الاسانسير. قعدنا نستناه شوية بس مش كتير، شوية صغيرين. واخيرا الاسانسير جه ودخلنا الاسانسير. احنا دلوقتي في الاسانسير. حلو قوي. ايه رايك في الاسانسير؟ لا لا تحفه بجد. احنا طالعين الدور اللي فوق. ايوه. هنا بقى بعد ما وصلنا طلعنا على رجلينا لان الاسانسير ما وصلناش الدور اللي احنا عايزينه، وعمالين نصيح بقى احنا ليه ما وصلناش وليه ومش ليه.
وبس كان يعني حاجة حلوة يعني مش وحشة. هنا الفيو جميل قوي ولا كأني في المطار. الفيو كان اكتر من روعة بجد. دلوقتي احنا وصلنا الدور التاني والمفروض هنبدأ جولتنا. بجد تحفة. زي ما قلت لكم ان الدور اللي فوق احلى مليون مرة من الدور الاولاني. ليه؟ مش عارفة ليه، بس كان صغنن كده وايه ومرتب وكانت حاجة حلوة جدا. دي خريطة اول ما طلعنا لقيناها، كانت خريطة حلوة قوي، ودي برضو شاشة عرض لو انتوا خدتوا بالكم منها. فضلنا بقى ان احنا نتجول جوه في الدور التاني، ما كانش بيتوه زي الدور الاولاني. بصراحة الدور الاول انت متبقاش عارف انت دخلت ايه وفاضلك ايه، انما الدور التاني لأ، انت عارف. وبرده كان فيه شوية كده حاجات حلوة جدا وصغننة كده، وكان شكلها مميز قوي، وكانت حاجة كده بجد حلوة. والاواني ديت كمان يعني في منتهى الجمال، الصغيرة وشكلها شيك جدا جدا جدا. فضلنا برضو ان احنا نكمل الجولة بتاعتنا ونتفرج على الحاجات، وحاولنا برضو على قد ما نقدر ان احنا يعني ما نسيبش حاجة ما نصورهاش ليكو. وعايزه اقول لكم بقى الاواني دي برضو جامده. دي بقى كانت مركب جواها اواني، ودي كانت من اكتر الحاجات المميزه جدا في الدور التاني. وهنا بقى كنت انا وندى ماشيين بقى، واللي هو ايه، الدنيا مش سايعانا زي ما بيقولوا. رحنا بقى شفنا العملات دي كانت حلوه جدا، وشكلها كده يزغلل العين، حاجه في منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوه. عجبتنا جدا بصراحه. كان في بقى عملات مصرية وعملات صينية وعملات كتير متنوعة. ودي بقى يعني عبارة عن رؤوس، ما اعرفش يعني هي بتاعت ناس كتير، في ناس منها ذاكرين اسمائهم وناس لأ. في ناس اصلا هناك من غير راس، يعني ما اعرفش عملوها ازاي. هنا برضو كنا عمالين نكمل الجولة بتاعتنا بتاعت اليوم. كانت الدور حلو قوي. زي ما قلت لكم الدور مرتب اكتر وصغير، مش زي التاني. وهنا برضو كنا عمالين نتجول، وشاشة العرض دي بقى ابهرتنا، خلتنا نقعد اصلا نتفرج عليها. لو احنا ما كناش بنعمل حاجة غير ان احنا قاعدين تقريبا نتفرج على شاشة العرض دي. هنا بقى كنا بنحاول انا وهي نجيب بعض في المراية هناك حلوة قوي، صغننة كده وحاجة شيك. ايه شعورك في اليوم يا ندى؟ لا تحفة قوي، عجبني قوي النظام اللي هنا. الطريقة بتاعة السكيورتي اللي هنا لطيفة. ممكن بقى ده فيديو تاني ولا ايه؟ اوكي. ودلوقتي بقى انتهت الجولة بتاعتنا في المتحف اليوناني في اسكندرية. مكان المتحف فين؟ مكان المتحف شارع فؤاد، محطة الرمل. في اسكندرية. عايزة اقول لكم ان اليوم النهاردة كان حلو جدا، وانا دلوقتي هقول لكم اليوم من وجهة نظري كان عامل ازاي، وندى هتقول لكم اليوم من وجهة نظرها كان عامل ازاي. وهنبدأ بندى. انا شايفه اليوم كان لطيف قوي، المكان منظم جدا، نظيف جدا. كل حاجه محطوطه بترتيب رهيب، ومكتوب هي ايه عشان اي حد يجي ما يتوهش. مكتوب لوجو او يفط باماكن كل حاجه فين. الطريقه بتاعت الناس كانت لطيفه جدا، واهم حاجه ان انا كنت معرضه، فانا مبسوطه قوي. عايزه اقول لكم برضو ان اليوم كان حلو جدا ومميز قوي، وخصوصا الاجانب اللي جايين من كل حته، بجد حاجه متميزه قوي. ده غير بقى ان بيبقى فيه مرشد كمان بيكون موجود داخل المتحف، بيبقى معاك لو انت حاسس ان انت تايه او حاسس ان انت مش فاهم حاجه. ودي من اكتر الحاجات المتميزه اللي كانت موجوده في اليوم النهارده. حقيقه. بقى للمتحف هو دورين. الدور الاول متاهه، ايه رايك في الدور الاول؟ بجد كبير قوي، اكبر من حياتي احنا بجد. تهنا. بس في حاجات كتير قوي، وبجد يعني جايبين تفاصيل التفاصيل دقيقه بجد يعني جدا. كل حاجه عايزين تعرفوها هتيجوا تلاقوها هنا في المتحف. فعلا. حاجه كمان لفتت نظري النهارده ان بما ان المتحف يعني رغم ان المتاحف عامه بيكون فيها يعني مجرد ان انتوا بتدخلوا تتفرجوا وتتصوروا بس عليها اقبال شديد جدا جدا زي متحف المجوهرات، ويمكن هنا اكتر. ودي حاجه ابهرتنا جدا النهارده، فعلا. ان ده تراث بلدنا، وبجد من اكتر الاماكن الحلوه جدا اللي احنا دخلناها. فعلا، ومن الحاجات برضو اللي لفتت نظري وعجبتني جدا ان في كل مكان بيكون فيه شاشة او سكرين بيكون عليها فيديو او فيلم تسجيلي عن كل حاجة في المتحف وتاريخها ايه وجت ازاي. فبجد الفكرة دي كانت حلوة جدا بالنسبة لي انا، وبالنسبة لاي حد يجي هنا لو حس ان هو مش فاهم اي حاجة او تايه او في حاجة مش عارفها، لا هو يقدر. هنا بيبقى فيه سكيورتي في كل حتة، بيبقى فيه ناس لو بتحتاج اي حاجة بيبقوا موجودين وبيفهموك هتعمل ايه وهتروح فين، وبجد حاجة تحفة جدا. ودي من اكتر الحاجات المتميزه اللي كانت موجوده في المتحف او موجوده عامه.
وبكده النهارده تكون الجوله بتاعتنا خلصت في المتحف اليوناني. استنونا في فيديو جديد وفي مكان جديد جوه اسكندريه من الاماكن الاثريه او الاماكن الترفيهيه اللي ان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات على ايه الاماكن اللي انتوا حابين نزورها سواء في اسكندريه او في القاهره او في اي محافظه تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك سبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. كان معكم رضوى حسين وندى صلاح. باي باي. باي باي. بجد المتحف اليوناني الروماني من اكتر الاماكن الحلوه جدا واللي انت ما تملش منها لو انت جيت زرتها في اسكندريه. دي كانت شويه تعليمات ان انت ممنوع التدخين، ممنوع اللمس، ان انت تحافظ على المكان، حاجات اساسيه كلنا عارفينها. جوه المتحف كمان في ندوات ومؤتمرات وحاجات حلوه جدا تشدك ان انت تروح وان انت تحضر. وبجد المكان حلو جدا وياخد 10 من 10. وده كان اليوم بتاعي انا وندى النهارده. اتمنى تكون الجوله عجبتكم وباي باي.